جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من أبيه وقال: يا رسول الله، أبي أهلك مالي، أخذ مالي، لا يبقي لي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: اذهب وأحضره لنسمع منه. ذهب الولد إلى أبيه، وبينما هما في الطريق قادمان، هذا الأب من شدة ألمه من صنيع ابنه به قال أبياتا في نفسه من الشعر ما سمعها أحد. ثم وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما شأنك مع ابنك؟ أخذت منه المال؟ قال: يا رسول الله، اسأله أين أنفق هذا المال؟ أليس على عماته وأخواته؟ فرسول صلى الله عليه وسلم سأل الشاب فقال: نعم. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأب وقال: اتركنا من هذا الآن. ما الذي قلته في نفسك وأنت قادم إلي؟ من الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نزل جبريل لعظمة ما في قلب هذا الأب من الحزن ليرسل رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل مكلوم مجروح من ابنه، وقد قال أبياتا في قلبه اسمعها منه. فالرجل بهت واستغرب وقال: أشهد أنك رسول الله، والله ما قلتها لمخلوق بل زورتها في نفسي. قال: قلها. يقول: قلت غدوتك، يتكلم عن ابنه، غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدمي عليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، وعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي منك غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذا لم ترع حق أبوتي، فعلت كما الجار المجاور يعمل. هنا انتفض الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للشاب: قم أنت ومالك لأبيك. هذا الألم الذي وصل في قلب هذا الأب حتى إن جبريل